يا غالي أنا بقول لك الآن إذا شاهدت هذا الفيديو الآن من بعد الآن ما حد يقدر يزيد عليك عندما تشتري أي تلفون ولا باجر تلفون صح ولا العمر. شاهد معي هذا التلفون، شاهد معي هذا الفيديو. يا شباب تركيزنا هذا اليومتين أو الشعب كله من يشتري تلفون ما يركز حجم الذاكرة حجم الرام فقط. واصحاب المحلات يقولوا له بدي لك رام كبير، بدي لك الذاكرة 512، بدي لك الرام 13 14 15 وهم يفرحوا. لا هذا أكبر غلط. ركز، أهم شيء في التلفون هو المعالج. أنتم بتلاحظوا هؤلاء 512 أو 256 يبيعون لكم رخيص. ليش؟ لأن المعالج نوع صيني يسمى MTK أو ميدياتك. هذا النوع من المعالج احذروه احذروه يا شباب احذروه. أنا كلمتكم. إذا أنت تروح تشتري تلفون لا تشتري تلفون معالجه الداخلي الصيني اللي هو MTK أو MTK. أكثر الشبيه شبيه الآيفون، شبيه 24، شبيه 23، شبيه 22. ما هو الشبيه؟ هم عملوا لك نسخة منه بس إنه عملوا لك المعالج نوع صيني MTK نوع ولا بريال ولا بريال. احذروا 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 احذروا. المعالج هذا كن نروح ما تروح لعند صاحب المحل كن نقول له ايش نوع المعالج. لا تركز ليش على الذاكرة والرام، ما تنسى المعالج. هذه نصيحة أخوية من المهندس ناصر أبو مراد لجميع متابعيني. إذا مشيت معي وفهمت الفيديو صح فأنت ما حد يقدر يزيد عليك في شراء التلفونات من الآن وصاعدا. التلفونات كامل بيوردوهن موردين بدون ضمير وبدون إنسانية. معالجات صيني MTK ميدياتك. أي تلفون سواء أي تلفون في السوق ميدياتك ما تشتريش. لا تحمل تركز لي غير على الرام والذاكرة. المعالج هو الأصل. السوق مليان صيني بيضحكوا على الناس به. الشاطر بعضهم عايز يدخل يقول لي انا دان وعايز يدخل يقول لي هم كلهم صيني. صح هم كلهم صيني بس صيني بيوردوه لدول امريكا بيعملوا لهم معالج اسمه كوالكوم، وبالصيني بتورد لدول جارية نوعيتها SPD يعني سناب دراجون وهم كلهم صيني. لكن به فئة صيني معالج فئة صيني أدنى مواصفات سيء جدا. حتى إذا لاحظت أن الذاكرة 512 عاد وجد أن والمعالج MTK أو ميدياتك وهي 512 لا تعتبرهاش 512، اعتبر اقسمها على اثنين. أي شيء ليش مش ممكن أنه ميدياتك عايز تعمل معاه 512. شوف أنا شرويك به تلفونات في الساحة عندنا ذاكرة 256 لكن حق المعالج MTK والشعب ركز غير على الذاكرة بيدخل ينسخ فيه ما وصلتش إلى 100 جيجا لو قلت بيقول له ممتلئة. ركزوا على أهم حاجة ما هو هذا المعالج اتركوه. نصيحة من أبو مراد لا صاحب محل ولا الكل وفائدة للكل. تحياتي لكم.